احلى مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. زي ما اعتدنا قبل اي حاجه صلى على سيدنا محمد وبص على سيدنا محمد. عنوان الفيديو بتاعنا النهارده ان احنا هنتكلم عن نادي الزمالك وعن اهم صفقات النادي الزمالك اللي النادي الزمالك بيحاول يعملها الايام اللي جايه والفتره القادمه، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. معانا كذا خبر كان نادي الزمالك عايزين نتكلم عليهم، بس قبل ما نخش على الاخبار اللي هي بتاعت الصفقات وكل الكلام الجميل دوت، خلينا ناخد الخبر. نادي الاهلي، عضو النادي الاهلي او عنصر من النادي الاهلي طلع نفى حوار التعاقد مع امام عاشور ده نهائي. طلع نفاه، معنى الكلمه نفاه، قال مفيش الكلام ده، مفيش تعاقد مع امام عاشور نهائي، ولا حاولنا نتعاقد مع امام عاشور اساسا. فامام عاشور بنسبه كبيره الحوار دوت لاخد فتره كان منتشر، انسوه خالص، مفيش نادي اهلي ولا اي حاجه زي ديت، مفيش تعاقد مع امام عاشور. تاني شيء خلينا نخش بقى على حوار الصفقات والاجانب. خليك معايا صح كده معايا يا باشا. نادي الزمالك عايز يعمل كل الصفقات ديت، هم 4 أجانب نادي الزمالك مفوض ما بينهم، وفي أسامي تانية نادي الزمالك لسه ما كشفش عنها. فخليك معايا في ال4 دولت، وهنقول ال4 دولت هنقول كل حاجة عنهم. خلينا نبدأ كده بجلاصي رقم 1، اللي هو لاعب النادي المصري. بعد كده أحمد خليل لاعب فريق تونسي أفريقي عنده 28 سنة. بعد كده كامارا اللاعب اللي بيلعب في نهضة البركان اللي عنده 20 سنة، تمام. بعد كده عندنا اللاعب حسام الدين عنده 23 سنة. حسام يعني هقوله تاني: أحمد خليل، الجلاصي، كمارة، حسام الدين والجلاصي وكمارة وأحمد خليل. كلهم صغيرين في السن، مفيش غير تقريبا أكبر واحد هو أحمد خليل اللي عنده 28 سنة، هو ده أكبر لاعب. طب هتقول لي مين أقرب لاعب اللي يجي نادي الزمالك من دولت من الأربعة دول؟ هقول لك أحمد خليل، ونادي الزمالك أصرح بكده. هتقول لي ليه أحمد خليل؟ بقول لك نادي الزمالك معنى الكلمه معهوش الفلوس الماديه الضخمه ان هو يجيب صفقات ويدفع هنا ويدفع هناك ويدفع هنا ويدفع هناك والكلام دوت. فاحمد خليل هو اللاعب الوحيد تقريبا اللي عقده لغايه نهايه الموسم دوت، وهيكون لاعب حر تقدر تجيبه بدون ما تدفع فيه ولا ربع جنيه. بالاضافه ان اللاعب مستواه عالي في خط الوسط، عامل مستوى هايل مع فريقه، فاهمني؟ فهو هيكون افضل لاعب ان انت تجيبه. طب انا من وجهه نظري انا شايف كامارا هو الافضل. كامارا عامل ارقام جيده مع نهضه البركان، بالاضافه ان هو لعب سنه صغير، فهتقدر تستفاد من كامارا بشكل اكبر. بس خلينا نشوف اللي هيحصل الايام القادمه. وللعلم انا طلعت قلت لك الاسامي، بس مش هطلع اقول لك سي دي عنهم غير لما نتاكد مين اللاعب هو اللي هيجي نادي الزمالك، او هو الاقرب لنادي الزمالك بنسبه 99% حتى. فلما يحصل كده هطلع اقول لك هجيب لك كل حاجه عن اللاعب دوت، اللاعب ده لاعب كوره امتى وبيلعب فين وارقامه ايه، كل حاجه عن اللاعب. بس خلينا لغايه النهايه، لغايه ما نعرف نادي الزمالك هو ايوه مين اقرب له. بس لغايه اللحظه الاقرب بنسبه 60% هو احمد خليل صاحب ال 28 عام، وهو اكبر لاعب من ال4 المرشحين للانضمام لنادي الزمالك. وبس في نهايه فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا سلام.